أن تكون حاضرة ومعبأة لمساندة المنتخب الوطني، لأن هذه المباراة هي مباراة مفصلية ومباراة مهمة جدا ومنعطف من أجل تعبيد طريق نحو مونديال روسيا. إن شاء الله المنتخب المغربي يكون حاضر ويعود للواجهة العالمية بتضافر جهود اللاعبين، وكذلك بوجود مدرب محنك اسمه إيرفي رونار، وأيضا بالدعم الجماهيري الكبير في المدرجات. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي، واليوم مباراة ودية نتمنى أن نستخلص منها الدروس، وإن كان المنتخب المغربي طبعا اليوم يلعب بشاكلة مغايرة وبأسلوب مغاير، بينما كرة وفرصة جول أول يا مهدي. كارسيلا نعم يستغل أفواه دفاعية ويتمكن من افتتاح باب التهديف للمنتخب المغربي بعد صعود جميل من حمزة منديل في الجهة اليسرى. يرفع الكرة واللمسة الأخيرة من متوسط ميدان غرناطة الإسباني مهدي كارسيلا نعم يمنح الأفضلية للمنتخب الوطني أمام ارتياح كبير لإيرفي رونار وباتريس بومير ومصطفى حجي. هذا هو المهدي كارسيلا يناقش هذه الهجمة بشكل جيد ولم يتفاعل بالشكل المطلوب مع كرة اللاعب اسماعيل الحداد. تمشي مرة أخرى هنا العملية لفؤاد شفيق، الكرة تمرر للجهة اليمنى، مهدي كارسيلا يرفع مهدي والثاني ممكن، الثاني ممكن يا اسماعيل الحداد، والحكم يقول ركلة جزاء لفائدة المنتخب الوطني بعد التدخل في حق لاعب يوسف الناصري. والإنذار يا إدغار، الإنذار يا إدغار بعد التدخل الماضي في حق اللاعب يوسف الناصري بعد ان تغاضيت عن ركله جزاء يا حسن عبد الله حسن في الشوط الاول. هنا تنصف المغاربه، هنا تنصف المغاربه وتمنحهم ركله جزاء. سنشاهد الاعاده. نعم ديفيد إدغار هو الذي ارتكب الخطا، ولاحظوا بان ديفيد إدغار يحاول ان يفهم الحكم بانه التدخل كان سليم في اللقطه الماضيه. عموما هذه اللقطه الالتحام بين إدغار وكذلك يوسف الناصري. نعم استعمال المرفق كان واضح، استعمال المرفق الايمن نعم كان واضح، وبالتالي ركله جزاء في محلها لفائدة المنتخب الوطني وحكيم زياش. هكذا تعودنا في مشاركات حكيم زياش مع المنتخب الوطني، هو المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء. عموما فعل امام الكونغو وحكيم زياش امام حارس المرمى بورجان. لدينا فرصة إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء. حكيم زياش متوسط ميدان أياكس أمستردام يسعد يتقدم زياش، الهدف الثاني للمنتخب المغربي عن طريق لاعب حكيم زياش متوسط ميدان اياكس امستردام بطريقه جميله جدا. يمنح الثاني طريقه تنفيذ ركله جزاء فيها فكر، فيها حس كروي، فيها حس تهديفي، وشفنا فعلا الحارس في جهه والكره في الجهه المقابله. سنتابع اللقطه مره اخرى. فعلا بروده دم وبروده اعصاب وتركيز عالي جدا هنا على طريقه بانينكا. بالفعل هذا ما يميز نعم حكيم زياش في طريقه تنفيذ ركله الجزاء على طريقه بانينكا، يعني نسبيا هكذا يمكن ان نقول طريقه تنفيذ ركله الجزاء من طرف اللاعب حكيم زياش. هدفان مقابل لا شيء، اذا تتغير النتيجه والافضليه دائما مغربيه. مهم جدا ان نفوز في هذه المباراه. صحيح مباراه وديه، لكن في كل مرة نحقق فيها الفوز. ثابت للمنتخب الوطني اللي يلعب المباريات الرسمية والمهمة، بينما كرة وانطلاقة من الجهة اليسرى عرضية لكن أقرب إليها المدافع، خطيرة ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء واضحة بعد إسقاط بوادوس، وبالتالي لدينا فرصة لإضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب حكيم زياش. يمشي بسرعة لنقطة الجزاء. فعلا سنشاهد الإعادة والتدخل الذي يستحق الإنذار من الحكم حسن عبد الله. حسن فعلا كان قريب جدا من العملية وشاف التدخل الواضح في حق المهاجم بوادوس. لاحظوا الانطلاقات من الجهة اليسرى والتحرك والصمود بهذه الطريقة. وقعوا في المحظور وركلة جزاء صحيحة 100% بعد الخطأ من المدافع جيمس الذي يتلقى الإنذار في هذه الأثناء. إذن حكيم زياش يسعد لتنفيذ ركلة جزاء. زياش يتقدم، زياش
2019 والهدف الثالث. نعم، هدف ثالث لحكيم زياش وثاني شخصيا له في هذه المباراة. حكيم زياش بالفعل بالتخصص يمنح المنتخب الوطني الهدف الثالث. مشاهدينا الكرام، على بعد 9 دقائق من نهاية المواجهة، حكيم زياش امامنا على الصورة، 23 سنة، لاعب الحالي لنادي اياكس امستردام، كان واحد من الهدافين المميزين لنادي تفينتي، خاصة في موسم 2015-2016 عندما سجل 17 هدفا، لكنه انتقل بعد ذلك لاياكس امستردام، وبالمناسبة سجل هدفا حتى الآن رفقة نادي اياكس. نعم يا العلاوي، ما أجمل هذا الهدف يا العلاوي. نعم، يناقش هذه الكرة بشكل ممتاز، وبعد ذلك بالفعل التسديدة هنا تغالط الدفاع وحارس المرمى توماس، وتفاعل جميع من الأنصار بهذا الهدف الرابع للمنتخب الوطني. سنشاهد الإعادة. عليوي أول أهدافه مع المنتخب الوطني. يا سلام، هنا عملية ثنائية، التقدم من فيصل فجر، يرفع بشكل جميل على الطاير يا علوي، على الطاير يا علوي، سددها كما جات، اضربها كما جات، ويقول لي توماس هذا هدفنا. كرة الرابع للمنتخب الوطني في جولة